jolie pomme défendue, mais elle est cuite, elle a perdu son nature. لا تنظر إليها. من؟ تلك التي تحاول لفت نظرك منذ ساعة. معك حق، إنها ملفتة للنظر. أعجبتك؟ أليست جذابة؟ كيف تقول ذلك وأنا معك؟ أنت تجرحني. ماذا جرى لك؟ لماذا فقدت حس الدعابة فجأة؟ إننا نتسلى. وترفع لها الكأس أيضا؟ آسف مدام، آسف لما جرى لك، آسف لما جرى. وتعتذر لها أيضا؟ اخرجي، كيف فضائح. أنت من ساعد على الهرب؟ يا وضيعة، يا حقيرة، سأسلخ جلدك عن عظمي. صدقيني يا سيدتي، لا دخل لي، لا دخل لك، لا دخل لك يا فاجرة. سأقتلك، سأقتلك بيدي هاتين، وسأشرب من دمك، سأشرب من دمك. تفضل يا ناصر، اهلا وسهلا. تفضل تفضل. أنا أحلم أليس كذلك؟ أنت لا تحلم يا ناصر، هذا طفلك وهذه زوجك. أحمله يا ناصر، أحمل طفلك وضمه إلى صدرك. ما زال صغيرا طري العود، أخاف أن أسبب له الألم. سأصنع لكم حلوى لذيذة جدا لهذه المناسبة. عتيقة، فريدة، لقد هدموا منزل الطاهر عبد المولى، يريدون إلغاءه من الوجود، يريدون قتله مرتين. لن يستطيعوا، ها هو الطاهر عاد من جديد. لقد أحضرت لك طعاما جزائريا. كاترين، لا داعي لأن تجهدي نفسك في إرضائي. لكل منا طريقته في الحياة، وأنا أحترم طريقتك. كان يكفي أن تحضري بعض الأجبان والكرواسون والباكيت. حسنا، في المرة القادمة. ولكنني كنت أحاول أن أردم الهوة التي تفصل بين الشرق والغرب. أرجوك لا تفعلي، فأكثر ما يعجبني بك وهذا الاختلاف الذي يصل حد التناقض. بون. كاترين، أنا مدين لك. بماذا؟ لقد جعلتني أكتشف نفسي. هذا إطراء لا أستحقه. في بداية علاقتنا كنت أشعر ببعض الاستفزاز عندما كنت تقولين لي يجب أن لا نقتل علاقتنا بالعادة. لم أفهم هذا النمط العاطفي الذي لا مكان فيه للغيرة ولا للتملك. وماذا حدث بعد ذلك؟ بعد ذلك اكتشفت أن في ذلك حسنات كثيرة، أهمها الحرية وعدم الالتزام بأي شيء تجاه أحد. وبناء عليه كانت تمضي الأسابيع والأشهر دون أن نلتقي، ولكن عندما كنا نلتقي كنا نشعر بالشوق نفسه. خالد، أنا سعيدة جدا بهذا الكلام وشغي.
الباب يا خالد قبل أن يتذمر الجيران وربما يطلبون البوليس. أين هي؟ هذا الوجه ليس غريبا عني. تذكرت، أنت كاترين الموديل. لقد تظاهرت بأنك لم تتذكرها. تحضران لسهرة جميلة، هل أنضم إليكما؟ مي خرجي الآن وغدا نتحدث. مي خالد سأترككما وأمضي، غدا تنتظرني أشغال كثيرة ويجب أن أستيقظ باكرا. هي من ستخرج، انتظري. مي خالد أنا أستطيع أن أنسحب، ولكن هي تبدو غير قادرة على ذلك. حاول أن تهدئ من روعها. لماذا لم تخبرني عنها؟ لست مضطرا. ولكن من حقي أن أعرف. لقد اتفقنا منذ البداية ألا يتدخل أحدنا في حياة الآخر. كنت أعتقد ذلك ولكني لم أستطع ماذا أفعل؟ هذه مشكلته، عالجيها بنفسك. خالد، لا أستطيع أن أتخيلك مع امرأة غيري، كما أنني لا أستطيع أن أكون مع رجل غيرك. لكل منا طريقته في التفكير.